أفضل الناجحين هم اللي كانوا فاشلين. أفضلهم أنا أقول لك اللي ذوق طعم النجاح بعد فشل، صدقني هذا إنسان حيوصل عنان السماء. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى، هي الناس اللي بتروح تبدا في تراك او في كارير معين بتبقى خايفه ان هي تفشل، صح؟ وده اللي بيوقفك. الناس اللي يعني ايه خايف تفشل؟ تعالى بقى خد دي في زورك بقى، خد دي في زورك. انت مش خايف تفشل، خايف تنجح. ايه يا صلاح الهجص ده؟ يعني ايه خايف انجح؟ يعني اقول لك ليه خايف تنجح. لان حتى لو عقلك الواعي مفوت ومش مركز، عقلك اللاواعي مركز قوي وعارف ان النجاح معناه كوميتمنت والتزام، عارف انك لما تنجح في فاتوره هتفضل تدفعها طول حياتك. فان حضرتك تنجح في حاجه دي ليها فاتوره. اصل الناس فاكره ان النجاح ده لقطه وخلاص خلصنا، فالنجاح رخم وصعب. الناس كلها فاكره ان هتنجح اول لما انجح هرتاح. لا لا لا، اول لما تنجح هتبدا تتعب. انت هتفضل مرتاح لحد ما تنجح، وده كونسبت مهم قوي انك تعدله في دماغك. انت مش بس محتاج تفشل، انت محتاج تفشل وتمسك ورقه وقلم وتاخد دروس من الفشل، والا مش هيبقى له لازمه. يعني لازم بعد كل محطه وقعت فيها تجيب ورقه وقلم وتبقى محايد وما تبقاش متحيز لنفسك، لان احنا عندنا عقده استحقاق. ليه منصور نجح وصلاح ما نجحش؟ يا عم اصل منصور مع واسطه، اصل منصور معاه فلوس، اصل منصور حظه حلو. إيه كله منصور؟ صلاح ما اثرش في حاجه خالص. فانت ما تفكرش في اي حاجه وتقول لنفسك if it's to be it's up to me. هي الحاجه لو هتحصل هي بيا انا، فانا بمسك ورقه وقلم واقول انا قصرت في ايه. في ناس بتخاف من المستقبل لأنها خايفة تنجح، وفي ناس بتخاف من المستقبل لأنها خايفة تفشل. في الحالتين هذا الخوف ممكن يخليك توقف وتفرز وما تتحرك، وإذا وقفت وفرزت وما تحركت صرت زي الشجرة. الشجرة ما بتعمل شيء، وهذا الإشي طبعا مش اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد لنا إياه. إذا أنت خايف من الفشل فاعرف أنك 1,000,000% حتفشل في كتير أمور بحياتك، ولكن بإذن الله كل ما تجرب أكتر كل ما زاد فرص نجاحك أكتر بشغلات أكتر عم تعملها. ولكن إذا أنت خايف من النجاح، وكتير في ناس بيخافوا من النجاح لأنه النجاح ممكن يوصلهم لدرجة يغير محيطهم، يغير أهلهم، يغير علاقاتهم، يغير المكان اللي هو فيه، يغير كتير من الأمور اللي اليوم هو متحكم فيها، وهذا الإشي بخوفه. اعرفوا أن هاي سنة الحياة بالأرض، سنة ربنا سبحانه وتعالى بالأرض، أنه هذا الإشي يصير. كل شيء في الدنيا متغير، صبح ليل مطر شمس. الإشي الوحيد الثابت بالحياة هو المتغير، والتغير هو الإشي الطبيعي في الحياة. ولكن القرار عندك، حابب تتغير وتطلع فوق ولا تتغير وتنزل لتحت؟ قرارك. اقول لكم على سر خطير. انا سقطت في امتحان السواقه 4 مرات ونجحت في المره الخامسه. لدرجه انه يعني الطبيعي ان الواحد بعد ما بيسقط في 3 مره بيحولوه لدكتور، يعني اعتقادا منهم ان ده ممكن يكون عنده مثلا اي حاجه مش طبيعيه في دماغه. فلما رحت حولوني يعني للدكتور في المرور، فقلت له عادي انا بس خايفه يعني مش اكتر يعني. فاللي انا عايزه اقوله انه طول ما احنا خايفين ان احنا نعيد الاقدام على تجربه ما هنسقط وهنفشل. سقطت 4 مرات، وخامس مره لما نجحت ما كانش هاممني انجح ولا ما انجحش. فاحيانا الاستبياع او تقويه النفس او الشجاعه او التحلي بالشجاعه بيساعدنا ان احنا ننجح في اي حاجه. يعني موتوا قلبكم، لانه فعلا كل مره لو تلاحظوا كده، لو انتوا خايفين وانتوا بتعملوا حاجه هتحسوا بالاحباط هتحسوا بالخوف. ارجوكم الرساله تكون وصلت. الخوف يؤدي فقط الى خوف، والاحباط يؤدي الى احباط، والشجاعه تؤدي الى الانجاز.